السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض العيش الفينو أو عيش البرجر. تعالوا بقى نعمل أول حاجة هنبدأ بيها، هنعمل محسن الخبز بتاعنا. حطيت نص كوباية دقيق، اللي هي الكوبايات الصغيرة بتاعة الشاي، اللي هي الصغيرة مش الكوباية الكبيرة. نصها دقيق وتلات ارباعها مية، وهدوبهم مع بعض كويس جدا قبل ما اولع النار. بعد كده لما الدقيق والمية هيدوبوا مع بعض هولع النار وهفضل اقلب فيهم زي ما انتوا شايفين معايا كده. قلبهم كويس جدا لحد ما تحسي ان هي بدأت تمط معاكي. اول ما تلاقيها بدأت تمط معاكي هتطفي عليها النار وتسيبيها لحد ما تبرد. حط نص كوباية دقيق عليها تلات ارباع مية، نفس الكوباية اللي بتعايري بيها الدقيق هتعايري بيها المية، وتدوبيهم مع بعض كويس، وبعدين تحطيهم على النار وتقلبيهم كويس جدا لحد ما تلاقيهم زي ما انت شايفة كده بدأت تمط معاكي. شفتي المطة دي؟ خلاص كده هي خلصت معايا، هسيبها بقى لحد ما تبرد. ومعايا كيلو من الدقيق هنخله ونبدأ نحضر العجينة بتاعتنا. هنا معلقة خميرة، معلقة كبيرة، هحط عليها معلقتين سكر ونص كوباية مية دافية. معلقة كبيرة من الخميرة حط عليهم معلقتين سكر ونص كوباية مية دافية، وادوبهم مع بعض كويس، ادوب السكر والخميرة واركنها على جنب لحد ما انخل الدقيق بتاعي. انا معايا كيلو من الدقيق، هنخله وابدأ احط المواد الجافة بتاعتي. كده انا بدوب الخميرة. هجيب بقى الدقيق بتاعي، هنخل الدقيق، خلاص نخلت الدقيق وخلصته. تعالوا بقى نحط المواد الجافة بتاعتنا. تحط رشة ملح عليها، نص معلقة بيكنج باودر عليها، بنحط محسن الخبز اللي احنا عملناه في البداية. هو خلاص لما تلاقيه برد هتنزلي بمحسن الخبز بتاعنا اهو زي ما انت شايفة كده. هو برد معايا، محطوش سخن. هنزل بيه كله وهحط رشة ملح، نص معلقة بيكنج باودر، معلقتين لبن بودرة، معلقتين لبن بودرة. كل نص كيلو لبن، كل نص كيلو نص كيلو دقيق بنحط له معلقة لبن بودر. كل نص كيلو دقيق بنحط له معلقة لبن بودر. انا معايا كيلو دقيق حطيت له معلقتين لبن بودر، حطيت رشة ملح، نص معلقة بيكنج باودر، حطيت محسن الخبز بتاعي. هنزل بالخميرة الخميرة زي ما انتم شايفين كده، انا كنت عامله لها اختبار ما شاء الله كويسة. نزلت بالخميرة بتاعتي، هقلب بقى ده كله مع بعضه، هقلب المكونات دي كلها مع بعض. ومعايا كوباية مية دافية، معايا نص كوباية زيت، نص كوباية زيت وكوباية مية، كوباية مية، وما هنحتاج تاني هنجيب تاني. وهبدأ انزل بالمية شوية بشوية، وهنعجن العجينة عادي زي ما بنعجن اي عجين. هنزل بالمية وبعد كده هنزل بالزيت شوية برضو بشوية. مش هحط نص كوباية الزيت مرة واحدة، لا انا هنزل شوية بشوية. وهبدأ هخلص بقى العجينة بتاعتي واغطيها واسيبها لحد ما تخمر. اغطيها بالاسترتش، وبعد كده هحط عليها فوطة نظيفة او اي حاجة نظيفة كده اغطيها بيها لحد ما تخمر. بس لمي العجينة بتاعتك كويس، وبعدين زي ما قلتلك غطيها وسيبها لحد ما تخمر. وتعالي بقى نشوف هنعمل فيها ايه بعد ما تخمر.
كده تمام. اوعوا تكونوا سرحتوا، خليكم معايا كده. خلاص العجينة بتاعتي هنا خمرت. تعالوا بقى نقطعها. اجيب كوباية وهقطعها بالكوباية. انا عايزاها كلها يبقى مقاس واحد. هفردها زي الرول كده على الرخامة قدامي او على ايا كان انت هتفرديها على ايه، وتقطعيها. قطعها بالكوباية. او لو انت هتقدري توازني بين يعني تخليها قطعية واحدة، اعمليها بايدك. انا للاسف ما بعرفش اوزن يعني اخلي القطعية واحدة خالص. واحدة بتطلع مني كبيرة وواحدة صغيرة وما بتطلعش زي بعضها. فانا هجيب كوباية وهقطعها بالكوباية. هفردها زي رول قدامي وبعدين هقطع بالكوباية. وهنا بقى انا مش هفردها. انا يا دوب هقطعها واخليها كورة مدورة كده واحطها على الصينية بس، وهسيبها ترتاح نص ساعة. هعمل في العجينة كده، هكورها بس كور كده وهحطها على الصينية. صينية مدهونة زيت، بدهن الصينية دهنة زيت، وبحط الكور بتاعة العجين بتاعتي دي على الصينية. انا ما بفردهاش زي ما انت شايفة اهو. وهحطها على الصينية واسيبها نص ساعة. سيبها ترتاح نص ساعة. بعد كده هولع الفرن بتاعي واسيبه يسخن. اول ما الفرن يسخن معايا هدخل الصينية. تمام. اخلص بقى كل العجينة بتاعتي، اقطعها كلها واخلصها واسيبها لحد ما ترتاح زي ما قلت لكم، وبعدين نحطها في الفرن. وهوريها لكم ان شاء الله بعد ما تطلع من الفرن. بس ما نخلص بقى تقطيع. هنا هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها زي ما قلت لكم. بتسيبي فواصل بينها وبين بعض كده عشان العجين لما هيريح لما يفرد معايا، ما بتسيبيه يرتاح العجينة هتفرد. عشان ما يلزقش في بعضه سيبي فواصل بينه وبين بعضه كده زي ما انت شايفه. خلي فيه فواصل بينهم وبين بعض. تمام كده. ايوه كده زي ما انت شايفه كده. ما تلزقيهوش في بعض، خلي بينهم وبين بعض فواصل. لما العجينه هتريح هتفرد، هتختمر يعني زياده وهتلاقيها فردت كده من نفسها من غير ما تفرديها ومن غير ما تعملي فيها اي حاجه. هي هتفرد لوحدها. كده بقى زي ما انتوا شايفين. زي ما انت شايفه كده انا بقطعها بالكوبايه كلها عشان تبقى كلها مقاس واحد. وبرضه مش هتطلع مقاس واحد كلها مع الاسف. تعالوا بقى نشوفهم كلهم هما خلصوا. هنسيبهم بقى زي ما قلت لكم يرتاحوا، وتعالوا نشوفهم بعد ما طلعوا من الفرن. عجينة سهلة وبسيطة ومش محتاجة اي حاجة، وما تعمليها في البيت احسن بكتير جدا ما تجيبيها من بره. يعني ده كيلو دقيق عمل لي الكمية اللي موجودة قدامكم دي. تقريبا كانوا 14 واحدة تقريبا او 12 مش فاكرة بالظبط. تعالوا بقى نشوفهم لما طلعوا.
هنا بقى شكلهم لما طلع. ممكن تدهني وشيهم زيت وتحطي عليها حبة البركة. ما كانش موجودة عندي حبة البركة ما عملتهاش، دهنت وشها بالزيت بس كده. شوفي لونها. هنا بوريكي ان انا ما فردتهاش بايدي، انا سبتها هي فردت لوحدها. اللمة اللي من تحت اللي انا لماها بايدي وانا بكورها زي ما هي، ما عملتش فيها اي حاجة. هنا زي ما انت شايفة كده لونها جميل ورفعت، بقت جميلة جدا. هفتحها معاكي. انا كان نفسي افتحهم كلهم معاكم بس للاسف كانت سخنة جدا، وكنت عايزة اخلص الفيديو قبل ما ابدأ اعمل اي حاجة تاني. هفتح دي بس، شوفي شكلها. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. اشوفكم في فيديو جديد يا حبايبي، مع السلامة.